زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الاثنين سجن بنها العمومي، وتفقدوا أماكن الإعاشة والتأكد من تقديم أوجه الخدمات اللازمة للسجناء وأوضاعهم المعيشية. يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم التنسيق على قيام وفد من المجلس بزيارة سجن بنها العمومي للاطمئنان على الأحوال المعيشية وأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وذلك حرصا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي. كما قام أعضاء الوفد بمناقشة عدد من نزلاء السجن حول أحوالهم المعيشية والرعاية الطبية داخل السجن، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بصفة دورية سواء داخل مستشفى السجن أو في المستشفيات الخارجية. وقد أدى الوفد استحسانه لأوضاع المودعين بالسجن، وقاموا بتوجيه الشكر على ما لمسوه من إيجابيات خلال الزيارة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والسياسة العقابية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بحسن معاملة المودعين، فضلا عن التعاون مع المجلس القومي في إتمام الزيارة. كما قاموا بتدوين كلمة شكر بدفتر زيارات السجن بذات المضمون.